السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله خميس من تكنو اب. النهارده ان شاء الله مع فقرة جديدة من فقرات اخبار التكنولوجيا بتاريخ 28/3/2014. عناوين الاخبار: الخبر الاولاني: تويتر تضيف تاج او توصيف للاشخاص ومشاركة اكثر من صورة للتغريدات. مايكروسوفت اوفيس في عالم متعدد المنصات. تليجرام تطبيق المراسلة الجديد. تقرير: ابل تطلق ايفون بشاشة 4.5 انش في سبتمبر القادم. HTC تتطلع للحصول على حصة تصل إلى من 8 ل 10% من السوق العالمي للهواتف الذكية. الخبر الأخير: سامسونج تخسر في قضية براءات الاختراع في اليابان. الخبر الأولاني: تويتر تضيف تاج توصيف للأشخاص ومشاركة أكثر من صورة للتغريدات. تويتر أعلنت عن إعلانين خاصين بإضافة الصور الخاصة بيها، عروض الصور الخاصة بيها، من ضمنها القدرة على توصيف أو تاج يصل إلى 10 أشخاص في الصورة الواحدة بدون استخدام أي من الحروف الثمينة الخاصة بيك، الخاصة بالتويتة اللي هم 140 حرف. وأيضا القدرة على الإرفاق أو التاتش أب 4 صور لكل تويتة، وتويتر اوتوماتيك هيعمل كولاج للصور دي من اجلك او يجمعهم من اجلك للتويتة المراد بيها الحاق الصور ليها. وخاصية توصيف الناس دي بدون شك هتقدم لتويتر طريق لزيادة كثافة الاستخدام الاجتماعي الخاص بيه، بالخاص بالمنحنى بتاعه. وميزت إضافة الصور أو توصيل الناس بالصور لصور معينة هتمد تويتر ببعض المعلومات عن الأشخاص، ودوت هيسهل من عملية البحث عنهم وتقديم معلومات عنهم. الخبر التاني: مايكروسوفت وأوفيس في عالم متعدد المنصات أو بلاتفورم. مايكروسوفت كشفت وأطلقت أوفيس للآيباد بالإضافة إلى أدوات جديدة لتساعد الشركات إن هي تدير الأجهزة اللي بتشتغل بمنصات أخرى غير الويندوز. والمدير التنفيذي من وجهة نظره لمايكروسوفت، المدير التنفيذي لمايكروسوفت اللي هو ستايا نادالا، من وجهة نظره إن دعم البلاتفورم الأخرى ببساطة هو أصبح واقع العملاء الآن. ومن وجهة نظره أصلا أيضا إن هو ملتزم اللي هو يشغل الخدمات دي على بلاتفورم أخرى بطريقة الكروس بلاتفورم فاشن أو طريقة البلاتفورم المتراكبة أو المتقاطعة. وهنا سؤال بيطرح نفسه: هل هذه الاستراتيجية هتدعم من نجاح الشركة؟ وعن طريق ربط تطبيقات الاوفيس للايباد زي تطبيق نسخة الاوفيس اللي هي 365. فعلا مايكروسوفت كانت بتدعم الاي او اس، لكن ربط الدعم الخاص بيها للاوفيس على اجهزة الايباد بربطها على خدمات الكلاود بتاعتها، الاستراتيجية دي بتضمن لاوفيس اي نجاح يحصل لابل للاجهزة زي التابلت والايفون والايباد، هيضمن برضو نجاح لمايكروسوفت لان هي بتعتمد على تقديم الخدمات دي عن طريق الكلاود سيرفيس او خدمات الكلاود الخاصة بيها، ودوت بالتالي هيصب في زيادة المدخلات للشركة. الخبر اللي بعديه: تليجرام تطبيق المراسلة الجديد. تطبيق المراسلة الجديد تليجرام هو بيركز على السرعة والأمان. هو سريع جدا، بسيط ومجاني. تليجرام تقدر تكريت تنشئ مجموعات شات تصل إلى 200 شخص، بحيث ان تقدر تظل على اتصال معهم مع كل واحد في كل مرة. بالإضافة اللي انت تقدر تشير فيديوهات تصل إلى 1 جيجا، تبعت العديد من الصور عن طريق الويب، توجه الميديا وسائط اللي انت بتستلمها في لحظتها، كل الرسائل بتاعتك في الكلاود، وبالتالي انت تقدر بسهولة تأكسسهم من اي حتة في اي وقت عن طريق الجهاز بتاعك. وبالنسبة للناس اللي بتهتم للخصوصية العالية جدا، هم زودوا في حاجة اسمها سيكريت شات او الشات السري بميزة
حاجة اسمها end to end encryption او التشفير الطرفي من طرف لطرف، للتأكيد على ان المسج تتقرا بواسطة الشخص المراد اللي هي توصله فقط. ولما نأتي للسيكريت شات او الشات السري، مفيش حد بيوصل يأكسس الحسابات بتاعتك على السيرفرات بتاعت تليجرام، وبتقدر تضيف اوتوماتيك برمجة اسمها سيلف ديستراكت او ميزة التدمير الذاتي للشاشة للرسالة، بحيث اللي هي ما يكونش ليها سجل خالص على الاكونت على السيرفرات بتاعتهم. وهو متاح بالاندرويد والاي او اس وايضا الويندوز فون، يعني ليه اكتر من فيرجن على الثلاث انظمة التشغيل الرئيسية بالنسبة للهواتف الذكية. الخبر اللي بعديه تقرير ابل تطلق ايفون بشاشة 4.4 او 5.5 انش في سبتمبر القادم. ابل بتستعد اللي هي تطلق الجيل الثاني من الايفون التالي من الايفون اللي هو الايفون 6 في احجام شاشة من 4.7 و5.5 انش في سبتمبر القادم. التقرير دوت اطلق عن طريق نيكي، ديت مجلة نشر خاصة بالاعمال في اليابان، ومع صناع المكونات بدأوا في انتاج العناصر الاولية زي حساسات بصمة الاصابع، الشيبات الخاصة بال LCD، وانتاج ال LCD على اللارج سكيل بدأ في الربع الخاص من ابريل ليونيو. وبينما في بعض المخاطر اللي انت تصدق اشاعات زي دي للاخر، بمعنى ان في اشاعة اللي هو هيطلق بدر السنة دي ما نروحش وراها قوي على حسب ادعاء التقرير، الا ان في بعض الحاجات للحسنات اللي احنا ممكن نصدقها فيه. اولا النقطة الخاصة بحجم الشاشة اللي هو 4.7 و5.5 انش دوت، كان اتكلم عنه تقارير عن طريق بلومبرج ومجلة الوول ستريت جورنال قبل كده في بداية العام. قالوا ان الاحجام دي بدأت فعلا في الشغل عليها مع بداية السنة دي. وايضا نيكي كان عمل تقرير السنة اللي فاتت كان بيتكلم عن موعد اطلاق الايفون 5S وال5C اللي هو هيطلق في 20 سبتمبر، وكان ده قبل اي جهة رسمية او اعلان رسمي عن اطلاق الجهازين دول. ودوت من الحسنات اللي تخلينا نصدق تقرير زي دوت. الخبر اللي بعديه HC تتطلع للحصول على حصة تصل الى من 8 ل 10% من السوق العالمي للهواتف الذكية. HC لديها خطط كبيرة ومعظمها بيعتمد على ركوب النجاح الخاص بالتليفون الجديد اللي هو HC1 او المعروف بالM8، واللي كان ليه استقبال جيد على المستوى السوق العالمي. بيتر شو المدير التنفيذي والمشارك في تأسيس HC بيعتقد ان الشركة هتستطيع ان هي تتحصل على من 8 ل 10% من كحصتها في السوق العالمي للهواتف الذكية، وده على المدى الطويل. هو بيرجح الكلام ده يحصل عن طريق تركيبة من مبيعاتها للهواتف بالمميزات العالية جدا، وبعض الهواتف اللي بتأتي بمواصفات أولية زي خط إنتاج ديزاير، واللي كان بينافس بشدة بالأسعار بتاعته في السوق النامية لبعض الدول. أيضا بيأكد المدير التنفيذي إن HC هتقدم أجهزة قابلة للارتداء وتابلتس في المستقبل القريب، لكن أي تفاصيل عن هذين الجهازين الأجهزة القابلة للارتداء والتابلت لم يدلوا كثيرا، على الرغم من الانطباع الإيجابي للمدير التنفيذي للشركة عن مستقبل الشركة، إلا أن بعض المحللين ما بيشاركوش هذا الانطباع، لأن بيعتقدوا أن HC كشركة ليس لديها ما يتطلبه لمواجهة عمالقة زي أبل وسامسونج. الخبر الأخير، سامسونج تخسر في قضية براءات الاختراع في اليابان. حكم قاضي محكمة
مقاطعة طوكيو هاسيجاوا حكم ان اجهزة ابل الفور اس والفور والايباد 2 ما تعرضوش لبراءة اختراع الخاصة بسامسونج اللي هي